يخلفون فيهما. سلمان بقي إلى نهاية حياته متمسكا بولاية أهل البيت، بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. والآن والحمد لله، بعد كل هذه السنين التي مرت في هذه المنطقة من إيران، تعود إيران ونجدها قد تمسكت بما تمسك به جدهم الأكبر سلمان. تمسكوا بولاية أهل البيت عليهم السلام. والقرآن الكريم يحدثنا على أن هؤلاء العرب أو شرابيم العرب سينقلبون كما انقلب أجدادهم عن ولاية الإمام علي عليه السلام، سينقلبون أيضا. ونرى هذا الانقلاب، وليس فقط انقلابهم بل محاربتهم لكل من يتمسك بولاية الإمام علي عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا، يقصد بها العرب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. من هم هؤلاء القوم؟ قوم سلمان. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فقد روي أن الصحابة لما نزلت هذه الآية سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هؤلاء القوم إن تولينا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذ سلمان وقال: هذا وقومه. هذه السنين التي مرت في هذه المنطقة من إيران، تعود إيران ونجدها قد تمسكت بما تمسك به جدهم الأكبر سلمان. تمسكوا بولاية أهل البيت عليهم السلام. والقرآن الكريم يحدثنا على أن هؤلاء العرب أو شرابيم العرب سينقلبون كما انقلب أجدادهم عن ولاية الإمام علي عليه السلام، سينقلبون أيضا. ونرى هذا الانقلاب، وليس فقط انقلابهم بل محاربتهم لكل من يتمسك بولاية الإمام علي عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا، يقصد بها العرب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. من هم هؤلاء القوم؟ قوم سلمان. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فقد روي أن الصحابة لما نزلت هذه الآية سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هؤلاء القوم إن تولينا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذ سلمان وقال: هذا وقومه. هذا وقومه. يا إخوان، يا من تحاربون إيران، أيها الشعوب الغافلة التي تتبع ملوكها وأمراءها، تتبع المال واغترت بالدنيا، النبي يقول: سيستبدل بكم هؤلاء القوم قوم سلمان. مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين، فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه، فقلنا: يا رسول الله، ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد حتى ترتفع رايات سود في المشرق، فيسألون الحق فلا يعطونه، ثم يسألونه فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون. فمن أدركه منكم ومن أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج،
فإنها رايات هدى، رايات هدى يدفعونها لرجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فالنبي يخبرنا بأن هؤلاء سينصرهم الله سبحانه وتعالى على كل من عاداهم